ازاي الجريمه اللي خدها مجلس اداره الزمالك بلعب بطوله كاس مصر بالناشئين دي جريمه. جريمه في حق نادي الزمالك وحق جماهير نادي الزمالك. انت بتشوف ان كان لازم الزمالك يعتذر عن بطوله كاس مصر؟ لا انا شايف ان الزمالك كان لعب بالفول تيم بتاعه. بالفول تيم ايه اللي ما عندوش اي مشكله ده قرار خالص. خطا من مجلس الاداره ما فيهوش كلام، لان لعيبه الزمالك مش مجهده اصلا خالص اهو كده. خالص. لا ومش كده. انت بتريح اللعيبه عشان ايه؟ عشان تاخد بطوله السنه الجايه. طب ما تاخد بطوله السنه دي. انا عارف. انا استنى ليه السنه الجايه ما اخد بطوله السنه دي؟ انا في بطوله قريبه مني السنه دي. طب الاهلي استنى ليه السنه الجايه؟ الاهلي خد قراره بناء على اربع نجاحات. الاهلي ما عندوش 4 بطولات ما عندوش مشكله. صح. جمهوره خد الامر ببساطه ويعني احنا واخدين 4 بطولات ولا ولسه كان وخدوا قرار بعد ثاني يوم الاهلي بيتوج بالدوري. الجمهور فرحان بينتشي انسحب. لا الاهلي وضعه مختلف، لان الاهلي كسبان افريقيا وكسبان الدوري، وكان كسبان الدوري اول امبارح. فلما اخد قرار ما العبش بطوله الكاس عشان هريح لعيبتي هو قرار سليم 100%. قرار عادي بالنسبه سليم 100% بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي. لكن لو انت خدت نفس القرار وبنفس البوزيشن في مجلس اداره نادي الزمالك هيبقى مش سليم 100%. ليه مش سليم؟ لان انت عندك ما كسبتش بطولات. صح. وعندي فرصه انا استنى ليه السنه الجايه اخد بطوله؟ طب ما اخد بطوله السنه دي. انا كان عندي بطوله كاس مصر قريبه اخدها والعب بالفول تيم واكسب واخد البطوله. اخد البطوله السنه الجايه ابني عليها. وبعدين لعيبتك في لعيبه كتير جت في يناير. يعني ما كانتش مجهده الاجهاد اللي هو صح خالص. مجلس اداره نادي الزمالك بكل اسف اخطا في دي اخطا لانه مشي ورا المدرب. ورا المدرب. طب هو مش المفروض يمشي ورا المدرب؟ لا طبعا. لا طبعا. المدرب احيانا في قرارات المدربين بيبقى هو باصص لحاجه تاني. بيراميدز يشارك ضد رغبه المدير الفني. بيراميدز يشارك في كاس مصر ضد رغبه المدير الفني. بيراميدز في اشد الاحتياج لبطوله. ماشي. طبعا اكتر من الزمالك. لا طبعا النادي الجماهيري العظيم هي هو كان منتظر بطوله. انا بقول لك والله لا بيراميدز خد قرار سليم والزمالك خد جريمه في حق مجلس اداره النادي. جريمه ارتكبها مجلس اداره الزمالك لان فعلا حرم جمهور نادي الزمالك من بطوله وحرم اللعيبه نفسها من بطوله ترفع معنوياتهم. انا ابني على البطوله دي انهي الموسم ببطوله، لكن مش ممكن صحيح اللي حصل ده. كاس مصر ودوري وكاس مصر تاني يعني. طيب استاذ عمرو، كيف يعوض نادي الزمالك زيزو؟ لان خلاص كله دلوقتي بيتكلم بقى في حته. طب ماشي يا سيدي زيزو هيمشي، هتعمل لي ايه؟ هتجيب لي ايه؟ لا مؤكد في صفقات مهمه في نادي الزمالك في اليومين الجايين وهتسمع عنها. وفي اولها صفقه بن شرقي. ايه اخر التفاصيل؟ بن شرقي خلاص تقريبا يعني هو في باريس. دي حقيقه اجازه. هو مستني مقدم العقد. هيتبعت له تذكره الطيران. لا تذكره الطيران هيبقى هنا مقدم العقد. مقدم العقد جاهز خلاص. الفكره مش في مقدم العقد، الفكره ان الزمالك مش عايز يفتح القيد، مش عايز يفتح القيد بالنسبه له الا لما اتحاد الكوره يفتح القيد في مصر، لان الزمالك يخشى ان افتح القيد وتيجي قضيه باتشيكو تقفل لي تاني فادخل في مشكله جديده.